السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخباركم إن شاء الله كويسين. اليوم جيت أشارككم معاي الغدا بتاعنا، الغدا البلدي حصيد قراصة بتقلية. أخباركم إن شاء الله طيبين. طبعا نتمنى منكم كل الناس يعني تدعو لنا لبلدنا السودان، ترجع بلدنا لأيام القديمة ونرجع لحياتنا الطبيعية إن شاء الله. ونتمنى منكم طبعا تشجعوني باللايكات والمتابعة والاشتراك، لأن أنا مليت خالص يعني. بتمنى منكم يعني يزول يشوفوا ويشجعني بإذن الله يعني. يديكم العافية. طبعا نحن هنا التقلية، أنا البصل بختاره بتكون يعني بميل للتوحيد في البصل. أخدت 7 بصلات عارف. طبعا متوسطات البصل أو قمت اللحمة. طبعا التقلية بالقراصة فرقة من التقلية تحت الحصيد حقتنا، ديك لحمة مفرومة ودي لحمة مقطعة عادي. طبعا القراصة والتقلية دي طبعا يعني بيشتهروا لنا بها أهلنا هنا ناس الشمالية، يديهم العافية يعني عندنا في السودان يعني كل ولاية كل مدينة يعني مشتهرة بحاجات يعني كده معينة. يعني مثلا القراصة والتقلية قلنا الشمالية الجزيرة عصيدة وكسرة. ناس الغرب ناس كردفان عندهم العصاير الكركديه العرديب الحاجات دي يعني. دي طبعا على حسب جرتي يعني على مع الناس دي يعني كده. شوف الحاجة المشتهرة عندهم يعني ما بيتكلوا على دي، لكن دي عندهم يعني الأكلة المفضلة يعني زي الزول الدار يحن لبلده ويحن لوطن يعني حاجة كده مميزة يوم جمعة. طبعا هنا انا بقطع معاكم اللحمه. طبعا اللحمه انا بقطعها على جزئين. لما باخد لي الصحن فاضي زي ما شايفين خدت الصينيه، بقوم بقطع اللحمه الفخده بالجنبه والعظام بالجنبه، اللحمه اللي فيها العظمه. ولو دار اطلع تقليه، دار اطلع اللحمه يعني اسوي فيها تقليه، اسوي بيتزا، اسوي يعني اللحمه المفرومه بلقاها باخدها بالجنبه. طبعا لما نيجي في التوزيع بشيل من العظام وبشيل من اللحمة كده. لحمتي الكيس بتاعي بضمن انه فيه لحمة وفيه عظام يعني فخده وعظام، بيكون كده توزيع معاي حلو يعني. طبعا كده وبيقوم بكيسها وبدخلها الفريزر تاني. بشيل بحسب الكيس اللي انا دايره، لو كنت دايره فخده بشيل الفخده باخدها براه في كيس. وحبيت اشارككم الموضوع بتاع تقطيع اللحم ده لانه بحس بيه وبيفيدني كتير يعني. نستفيد منه وتستفيدوا مننا وكده. ولو اي زول لسه انتم متابعيني يعني يا ريتكم تشتركوا معاي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يا ريت باللايك تشجعوني وشجعوني بالتعليقات الحلوة يا رب. طبعا يعني ما قلت لكم المعلومة قبل كده. طبعا احنا انا واختي قاعدين في بيت واحد، بيت خالي يعني متزوجين انا اخوان وقاعدين في بيت واحد يعني على حسب ظروف الحرب وما معروف الدنيا تودينا على وين وكده. ولسه في ترتيبات وكده يعني. لو شفتوا المطبخ ده في قناة تانية يا اختي انا، وقاعدين في بيت واحد. يعني السودانيين مشهورين بيهم يعني في الحرب دي 3 و4 ما شاء الله يعني. الحمد لله كويسين ومبسوطين ومتونسين الحمد لله. وجاتنا الفكرة بتاعت القناة دي يعني. دي بتخالي قالت لي اعملي لي قناة وشافتني زهقانة وكده قالت لي اتفرجي معاهم ويفرجوا لك وكده وبيديك تعليقات حلوة. وطبعا لسه انا مستنية تعليقاتكم ما جاتني. لا والله انا تذكرت انه جاني في تعليقين فاطمة ورزاز اديهم العافية. والله تعليقهم عجبني شديد ودفعني يعني. انا بعد خلاص كسلت حسيت بانه التعليق ده شداني كده دي ووداني طاقة. واتمنى منكم المزيد وتدوني طاقة حيوية يعني طاقة حلوة. طبعا هنا رجعنا لكم للقراصة. عجينة القراصة طبعا لو انت عاوزه سريع تدفي لك موية. طبعا الموية دي غلت يعني سهيت شوية جوا الموية في الجردة باردة كبيت منها سنة من الموية الغليانة. دخل يدك يكون يعني بتلامس يدك ما تكون حرقة، بيكون كده الخميرة بتتفاعل سريع بتجهز صاجك وبتجي تعوز يعني دي للسرعة مية مية. وهنا طبعا التقلية جست معانا فكبينا البصلة بعد دابت وحسيت بها فارت خلاص دار اظبط الملاح. هنا كنت موطية النار شديد. عملت الصلصة ما عارفة الصلصة دي حكايتها دي معايا انا ولا معاكم ما عارفة. بتجيب الصلصة قولوا يا الصلصة الحلوة تطلع يعني حكاية شوية كده بطالة الوانها ما حلوة.
لو متابعيني لغاية الآن أتمنى منكم التشجيع يا حبايبي، التشجيع فضلا ولست أمرا يا حبايبي. ايوه هنا ملاحنا جاهز الحمد لله، خلاص انتهينا. زي ما شايفين الصلصة انا غايته شخصيا ما عجباني، لكن مش عمرة عشان الملاح ما يبقى لي شنو صلصته كتيرة. وقبل ما اكب الويكة لازم اكب بهاراتي كلها، عشان الويكة ما بتخلي البهارات تنسجم مع الملاح، بتكون في جنبة واحدة او كده. بدوب هنا بدوب البهارات العادية اللي بنستخدمها هنا، توم وفلفل كفاية جدا يعني، ومعلقة كزبرة. لأن احنا هنا مرضيين حلوين على حسب ظروفنا يا ماما، على حسب ظروفنا كده. طبعا ملحنا انتهى والحمد لله. هنا بمسح الصاج بمادة دهنية، اي حاجة ان كان عندك. لو بتحبي يكون القراص فيها نكهة سمنة، نكهة زبدة، اي حاجة، زيت عادي، اي شيء، رشة زيت، كله ماشي الحمد لله. هنا زي ما شفتوا القراصة سويناها انتهينا معاكم، وكانت وجبة لذيذة جدا، واتمنىكم تكونوا متابعيني لحد هنا، وتابعوني ان شاء الله. واللي ما بيشترك يشترك. وكانت وجبة بتاعت غدا، بتاعت ذكريات يعني للبلد جميلة. نتمنى الرجوع لبلادنا ولديارنا كده. الحمد لله الوجبة اكتملت، القراصة والتقلية أصبحوا جاهزين، عليهم صحن شطة. يكون خلاص الصينية ظبطت مع صحن شطة عليها سيرمس شاي وسيرمس جبنة كده. الحمد لله، مع السلامة.